بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل الفطير المشلتت. فطير مشلتت مش في الفرن انما في الطاسه. طلع تحفه، طعمه في منتهى الجمال، طلع مورق كده زي ما انتم شايفين. حاجه ما اقولكمش على جمالها. يعني انا من حلاوته وانا بصور كده اكلت فطيرايه كامله كده بالعسل والجبنه قبل ما نطلع من المطبخ، وداعا بقى للدايت. المهم انا اقول لكم على طريقه سهله جدا تفردي بيها الفطير معاكي من غير ما تتعبي، من غير ما يترد العجينه تاني وانت بتفرديها. بمكون واحد هتضيفيه للدقيق، مكون زياده هتضيفيه للدقيق موجود في كل بيت. يلا نسمي الله ونشوف الطريقه والمقادير. انا هنا جايبه نص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق يعني 4 كوبايات دقيق، وعليهم تلت كوبايه سميد، السميد بتاع البسبوسه العادي اللي هو من غير اضافات. هنضيف تلت الكوبايه كده للنص كيلو دقيق. ده الاضافه اللي بقول لكم عليها هتنجح معاكي الفطير، هيبقى مية مية. هنضيف كمان معلقه كبيره سكر، وكمان نص معلقه صغيره ملح. هي دي الحاجات المكونات الجافة اللي هتضاف على بعضيها. هتقلبي المكونات كويس جدا، وهنضيف بقى المية. المية بنفس المعيار بتاع الدقيق، هناخد كوباية وربع كوباية هتحطيها كده على جنب، هنشوف هنحتاجها ولا لا تبع الدقيق بتاعك. هنقلب كده ونعجن مع بعض لغاية ما الدقيق بتاعي يتشرب. هنشوف محتاج ولا لا، احتاج هنحطهم زي ما انتوا شايفين كده. الدقيق احتاج معايا الربع كوباية. هنعجن فيها لغاية ما العجينة تتلم كده وتبقى شبه ملزقة كده في الإيد، لسه بتلزق معاكي في الإيد. هتشيليها وتحطي نقطة زيت كده على الرخامة بتاعتك وتنزلي العجينة وتكملي العجن بتاعك. شايفين لسه ملزقة ازاي؟ هنفضل نعجن فيها لغاية ما تتلم خالص كده وما تبقاش ملزقة في ايديكي خالص ولا ولا على الرخامة. شايفين انا حسيت ان لسه يعني هي محتاجة حوالي معلقة دقيق مش اكتر. حطيت معلقة دقيق ولميتهم كده، معلقة واحدة. كانت محتاجة العجينة معلقة واحدة. لميت العجينة بتاعتي، وهنحط برضو نقطة زيت وهنحطها تستريح حوالي 10 دقايق، حوالي 10 دقايق مش اكتر من كده. السميد بينجح عملية الفرد قوي. هتحطي برضو زيت، ما تحطيش سمنة لان الزيت بيساعد عملية فرد الفطير، لكن السمنة هتخليها تجلمط كده وتلاقيها بتلزق معاكي على الرخامة او هتلزق معاكي على المفرش السيليكون ده، لكن الزيت بيخليها تفرد حتى لو فردتيها بايديكي. هنفردها كده بالنشابة بتاعتنا فردة واحدة، يعني عجينة واحدة كده مرة واحدة. هتبقى سهلة جدا بالنسبة لك، مش هتقطعي بقى قطع وتفرجي قطعة قطعة، لا، هي قطعة واحدة نص كيلو فردة واحدة. بعد ما فردناها كويس جدا هنبدأ نحط بقى الزبدة بتاعتنا أو السمنة. أنا حاطة سمنة بلدي على قطعة زبدة ملخبطاهم على بعض كده، وهنبدأ نفرش السمنة دي على العجينة بتاعتنا. تفرشيها كويس جدا من أول قطعة لآخر قطعة، ما تسيبيش سنتي من غير زبدة. زي ما انت شايفة كده أنا حاطة على نص كيلو دقيق حوالي 120 130 جرام من السمنة على الزبدة. بعد ما فرشتها كويس هتبدأي تبرمي كده العجينة بتاعتك برمة كده زي الرول كده، سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. تقدري تقطعي بقى بالعدد اللي انت عايزاه. زي ما انت شايفة كده انا عملت 6 فطاير. شايفين؟ مش هتعملي اي حاجة غير تقفليها كده كويس وتحطيها في صينية وتحطيها في التلاجة بتاعتك. تقفلي كده كويس جدا عليها وتحطيها في التلاجة شوية تسقع كده علشان السمنة ما تسحش وانتي بتفردي فيها. بعد ما العجينة هنطلعها من التلاجة هنفرد بقى الفطير بتاعنا واحدة واحدة. تفرديها كده تتفرد معاكي في منتهى السهولة. السمنة مش هتسيح معاكي لان كنا حاطينها في التلاجة، مش هتطلع من الجناب ولا هتعذبك. تفرديها فردة كويسة كده على قد ما تقدري. كل ما هتفرديها كل ما هتورق معاكي. تفرديها وتطبقيها، وممكن تفرديها تاني، انا فردتها تاني، انا عايزة تبقى اكتر من طبقة. بعد كده تلميها زي الكورة كده، شايفين؟ وتقفليه كويس جدا، وبعدين تحطيها في صينية كده على جنب. تعملي كل الكمية بتاعتك زي ما انت شايفة كده، تعملي كل الكمية. اول ما نخلص الكمية كلها نفرد بقى في الطاسة واحدة واحدة. زي ما انت شايفين كده انا مش عاملاها كبيرة قوي، عاملاها متوسطة لان قطعت النص كيلو على 6 فطاير. هنحطها على نار عالية الاول. اول ما تتشمع معاكي الفطيرة تبدأي تقلبيها.
ما دهنتش الطاسة سمنة ولا زيت ولا أي حاجة، لأن هي طبعا فيها السمنة بتاعتها الكافية. هتتشمعيها من الناحية دي زي ما بتعملي العيش كده، تشمعيه من الناحية دي وتشمعيها من الناحية دي، وبعدين تبدأي تهدي النار على نار هادية كده، وتبدأي تقلبي فيها شمال ويمين كده لغاية ما تديكي اللون الجميل اللي انت عايزاه. تبصي تلاقيها اعطتك اللون الذهبي الحلو، ومن جوه استوت وورقت وبقت في منتهى الطعامة. ما اقولكمش على جمالها، كانت جميله قد ايه مستويه. طبعا طعمها في منتهى الجمال. السمنه بتاعتها مظبوطه جدا، يعني 150 جرام، حوالي 150 جرام على النص كيلو، مظبوط جدا. شايفين لونها وجمالها، وطلعت بقى مورقه وطعمها ما اقولكمش على جمالها. هتعملي الكميه دي كلها واحده واحده كده، هتبصي تلاقي طالع معاكي الفطاير في منتهى الجمال. لقيت الطاسة تاخد اتنين، حطيت اتنين على اساس نخلص بقى في وقت قياسي يعني. حطيت الاتنين وبقيت اقلب في دي واقلب في دي لغايه ما خلصت الكميه كلها. شايفين الفشير طلع جميل ازاي، ما اقولكمش انا زي ما بقول لكم. اكلت فطيرايه قبل ما اخرج من المطبخ من حلاوتها وجمالها. كمان العسل الاسود جنبها او حته جبنه بيضه. يا سلام لو عندك بقى جبنه قديمه، واقول لكمش بتبقى خطيره قد ايه. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك، وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد. كانت معاكم فادية قاسم، اسيبكم في رعايه الله وحفظه.